تعالوا بينا يا حبايبي نشوف ملخص الحلقة التاسعة من سيد الناس. جرحي راح يبص على فتحية، لقاها واقعة في الأرض وإيديها بتخر دم. راح شايلها ووداها على المستشفى، وهنا دخلها المستشفى وعمالين يعملوا ليها الإسعافات اللازمة بقى، وهو واقف قلقان جدا عليها. وهو واقف جاله تليفون، بيرد على التليفون لقى واحد بيقوله تعالى أنا عايزك. قال له أنت مين؟ قال له أنا خاطف أختك، لو عايز أختك ما يجرالهاش حاجة تعالى قبل ساعة بالظبط. قال له أنا لو أختي جرالها حاجة مش هيكفيني أنت وألف من بيتك كمان. قال له خلاص قبل ساعة تكون هنا. قال له سمعني صوت أختي. راح مسمعه صوت أخته. راح سايب المستشفى وجري. وهنا مرات جرحي قاعدة مع سناء وبتقول لها احكي لي حكايتك، أنا كل ده وما اعرفش عنك حاجة. قالت لها أنا حكايتي غريبة شوية. قالت لها طب احكي. قالت لها أنا أصلا من المنصورة، وأبويا مات وأمي حامل فيا. كان مسافر العراق وشغال على سقالة، وقع من على السقالة ومات. أمي جابتني ونزلت القاهرة هنا وقعدت تشتغل في البيوت، وأنا لما كبرت اشتغلت معاها في البيوت لغاية لما ماتت وسابتني لوحدي. وطبعا كنت عايشة لوحدي وكنت بزعل قوي لما يجي رمضان أو عيد أو حاجة والاقي الأسر كلها متجمعة وأنا لوحدي. وبعدين جيت اشتغلت عند اعتماد، وكان مجدي وعفيفي لسه عيال. وبعدين مشيت شوية كده ورجعت تاني. وبعدين رشدي جاب الجرح وانا كنت بخاف عليه قوي. تصدقي ان مرة اعتماد كانت هترميه من البلكونة، بس احنا شفناها ومن ساعتها وانا ما بفرقهوش لحظة. قالت لها انت طيبة قوي واحنا كلنا بنحبك. قالت لها وانا كمان بحبكم كلكم الا اعتماد. هنا الكباس بعت لمجدي وجابه وقال له اهلا بكبير المنطقة. قال له انا لو كبير كنت انت اللي جيت لي، ما كنتش انا اللي جيت لك. قال له انت شايف ابن الجرحي ممرمط بسمعة بنتي الارض، عايزني اجيلك عشان يقول جاي يداري على فضيحة بنته؟ يرضيك انت عليا كده؟ قال له ماشي هعدها لك. قال له سيبك من جرحي، الجرحي ده ملوش لازمة. قولي بقى هتعملوا ايه في الدهب، ولا نبقى شرك؟ مجدي قال له انت عمرك ما هتفرق ما بيننا، كلنا يد واحدة، ولو حصل اي حاجة هننسى اي خلاف ما بيننا وكلنا هنقف يد واحدة، والجرحي هو كل حاجة. قال له على فكرة الناس بتقول ان الجرحي مخبي فتحية، ما تعرفش مخبيها فين؟ هنا الجرحي راح مكان اللوكيشن اللي اتبعت له عشان يشوف مين اللي خطف اخته ويشوف الموضوع ايه بالظبط. قال له اهلا بسيد الناس، انا صديق الطويل. قال له لونج فريند. قال له ايوه. قال له فين اختي؟ قال له اختك موجودة. قال له هاتها. راح جابها. راح قال له فكها. راح واحد جاي يفكها، راح مديله حتة روسية وقال له شيل ايدك عن اختي، وراح هو اللي فككها. راح قال له تعالى نتكلم في المكتب. قال له 2 كوريين كانوا واخدين مني الماظ عشان يجيبوا لي اسلحة، والكوريين دول راحوا لابوك، من ساعتها ما شفتهمش، ما عرفش بقى اختفوا ولا ماتوا ولا راحوا فين. انا دلوقتي عايز يا اما الالماظ بتاعي يا اما الاسلحة، يا اما ما تاخدش اختك. قال له انا مش هطلع من هنا من غير اختي. قال له طب وريني ازاي. راح طالع الناس جايه تحوشه، راح ماسكهم اداهم حته علقه، طرخ 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 طرخ، راح نزل فيهم كلهم ضرب، ما شاء الله عليه. راح جاي ياخد اخته وماشي. راحت قالت له استنى واخدين مني التليفون بتاعي، هاتي يا بت التليفون بتاعي. راحت خدته من البيت وجم ماشيين. راح صديق الطويل قال له هخليك تيجي تبوس ايدي. قال له ليه وانطمي عشان ابوس ايدك؟ وراح واخد اخته وراح ماشي. راكب مع اخته في العربية واخته خايفة. قال لها ما تخافيش. قالت له انا خايفة احسن يجوا يخطفوني تاني. قال لها طول ما انا عايش على وش الدنيا ما تخافيش، ولا حد فيكم يخاف، انتوا تخافوا بس لما تلاقوا نعشي متشال على الكتاف، ساعتها تخافوا. قالت له انت عايز تبين ان انت بتحبنا يعني؟ امي قالت لي ان انت ما بتحبناش وان احنا مش من بطن واحدة. قال لها منها لله، امك هي اللي عملت كده وهي اللي رضعتكم الكره، ربنا يحاسبها. وهنا جات له مكالمة ان فتحية هربت. راح مروح اخته البيت ورايح على المستشفى عشان يشوف فتحية اللي هربت. سأل الراجل اللي كان معاها وقال له هي راحت فين؟ قال له ما اعرفش، انا دخلت الحمام طلعت ما لقيتهاش، على فكرة هي كانت مخططة انها تهرب. الدكتور قال الجرح اللي كان فيها سطحي
ما كانش واصل للوريد، يعني هي عاملة كده عشان تهرب. قال له بقى أنا حابسها 20 سنة عشان تيجي تهرب منك دلوقتي؟ هنا أخت الجرحي وبنت عنايات راحت حكت لأمها اللي حصل. قالت لها ده أنا كان عندي يذبحوكي ويقتلوكي وما يجيش يركب علينا جميلة. قالت لها ده باين عليه طيب. قالت لها ما سمعكيش تقولي طيب. قلبها اسود اسود من ناحية الجرحي. أدهم ابن الجرحي رايح لكباس، قال له أنا عايزك في موضوع. قال له اتفضل. قال له أنا عايز أطلب إيد ميادة منك، إحنا بنحب بعض وأنا وهي ملناش ذنب في الخلافات اللي بين البيتين دول. أنا أبويا علمني أبقى دغري وأخش البيت من بابه. بعد حوار وكلام كتير الكباس قال له لازم أبوك اللي يجي يخطبها مني، مش انت اللي تيجي لوحدك، ما ينفعش، لازم أبوك هو اللي يجيلي. قال له ماشي، أنا هخلي أبويا يجيلك يخطبها. وراح سايبه ومشي. نزل لقى ابن عمه تحت اللي كان متخانق معاه. اعتذر له ابن عمه وقال له انا اسف، حقك عليا، انا غلطت. قال له خلاص، وتصالحوا مع بعض وحضنوا بعض ودخلوا البيت سوا. مجدي وعفيفي قاعدين مع الجرحي، وعفيفي عمال يقول لهم اشربوا ميه، ده مقري عليها قرآن، مش عارفه ايه، وما تزعلوش من بعض، وادهم غلط ومش عارفه ايه، والجرحي في دنيا تانية خالص. مجدي قال له مالك، في ايه يا جرحي؟ هو انت مش قابل اعتذاري ولا قابل اي حاجة؟ في ايه مالك؟ قال له انا خايف عليك، خايف عليك وخايف عليك قوي كمان. وانتهت الحلقة على كده، واستنونا في الحلقة 10 ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.